تنتقم، وده الكلام اللي بيتقال، ولسه برضو التحريات ما طلعتش الكلام النهائي عشان برضو انا ما اعرفش قوي. المفروض ان هم طبعا قبضوا عليها واستجوبوها، ولسه طبعا بيستجوبوا لها، لان برضو في موضوع غامض او في حاجه غامضه، لان للاسف اللي عمل في البنت كده يعني شايل اطرافها وشايل حاجات كتير وشايل الامعاء ورميها، اللي هو الغرض يعني كان ايه، مثلا اعضاء، لكن الموضوع الله اعلم هو ايه بالظبط. طبعا تم القبض على الست ديت، اسمها ام هاشم. المفروض انها كانت ساكنه في نفس المنطقه ديت، وبعد كده راحت عزلت من المكان دوت وسكنت في المنطقه الثانيه اللي هي اسمها وردان. حسبي الله ونعم الوكيل. جماعه بجد والله خلي بالكم على اطفالكم، خلي بالكم على عيالكم، لان في حوادث كتير بتحصل الايام ديت. يعني عندنا في اسكندريه احنا هنا تقريبا يعني في المعهد الديني في اطفال كتير لقوهم مرميين داخل عماره، اللي برضو يعني رشين عليهم يعني ميه نار وحاجات غريبه كده، وبعد طبعا الاعتداء عليهم اطفال 13 يعني لسه صغيرين و9 سنين، وحاجات غريبه كده بتحصل. فخلي بالكم على اطفالكم، ما تدوش الامان لاي حد حتى وان كان جارك.